الراجل الجميل اللي في الصورة قدامك ده اسمه عم محمد حسن، راجل بسيط زي ما انت شايفه كده. كل ذنبه ان هو حب يفرح عياله الجمال اللي انت شايفهم قدامك دول، وجي في العيد وصورهم صورة وراح منزلهم عنده على حسابه على الفيسبوك زيهم زي كل الاطفال، علشان يتفاجئ بكمية تريقة وتنمر لا حصر لها. الراجل زي ما ربنا خلقه بالشكل ده خلق جوه قلبه الرضا بشكله كده هو وعياله. فنقوم احنا ازاي نسيب الناس في حالها؟ ما ينفعش. فنقوم نقعد نتريق على الناس لحد ما يكرهوا حياتهم. ايه ذنب الاطفال اللي كانوا عايشين وراضيين؟ دي خلقه ربنا اللي خلقهم بيها. الراجل طلع على السوشيال ميديا وقال انا ما خلقتش نفسي ولا خلقت عيالي، ده ربنا اللي خلقنا كده واحنا راضيين بده. طلع فضل يبكي يقول انا لو كان بايدي كنت هطلع عيالي عينهم خضرا وشعرهم اصفر، لكن دي خلقه ربنا وانا الحمد لله راضي. الناس مش عاوزه تسيب حد في حاله. المشكله ان اللي بيتريق او بيتنمر مش كامل. انت انسان مش كامل، انت اكيد فيك حاجه ناقصه، فليه بتتنمر على غيرك؟ ما تسيب الناس في حالها. يا اخي عندك كلمه حلوه قولها، ما عندكش اسكت. ليه تاذي الناس؟ للاسف ناس مش ولاد حلال. والله يا عم محمد انت راجل جميل وعيالك اطفال ما شاء الله عليهم جمال. على الجانب الاخر في ناس طلعت تعاتبه وبتلومه وبيقولوا له انت خلفت اول طفل وطلع بالشكل ده، ليه كملت وبدات تخلف تاني وتالت ورابع؟ ما نقدرش نقول غير ان هي مشيئه الله. طبعا الناس اللا دينيين الكلام ده مش ليهم وملهمش دعوه، قدر الله ما شاء فعل. عاوزين نحاول ندعم عم محمد هو وعياله، نعرفه ان هو فعلا انسان جميل. سلام عليكم.